ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يلا بقى اللايك الحلو بتاعك، ولو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي واثبتي وجودك بتعليق حلو كده زيك في الكومنتات. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة كده حلوة وسريعة ليوم الجمعة. هنعمل حاجة كده يعني شبه اللحمة ببصل، أو يعني شبه الكباب الحلة، هي تمشي الاتنين. فهنبتدي كده مع بعضينا. جبت بقى البصل وقطعته شرايح كده او جوليان، اي حاجه براحتكم مفيش مشكله. وقطعت كمان فلفل الوان زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكل الصينيه وهي عليها الفلفل الالوان كده يجوع بصراحه. وجبت معايا هنا قطعه اللحمه بتاعتي. القطعيه دي انا قطعاها منين؟ قطعاها من ريشه السن، اللي هي بصوا حتة كده بتبقى اللحمة في النص، وفي من الناحية دي كده حتة شغتة كده أو دهن، والناحية التانية حتة شغتة أو دهن. بيبقى طعمها جميل جدا جدا، خصوصا لو هتعمليها في الأكلة دي بالذات. فأنا جبتها وقطعتها كده قطع صغيرة على قد ما انتي عايزة. طبعا بتقطعيها بالقطعية اللي تريحك. وابتديت اشوحها كده في الحله. طبعا الحله بتاعتنا لازم تكون سخنه، ما ينفعش تنزلي ابدا بلحمه على حله تكون بارده. ساعتها بتزفر وطعمها ما بيبقاش حلو خالص. لكن احنا لما بننزل بسرعه كده في الحله سخنه، بتدي صدمه كده للحمه وبتخليها جميله جدا. هنا بقى ابتديت ان انا اشوح في اللحمه على طول معاكم زي ما انتم شايفين كده. ما تنسوش بقى احنا في ايام عظيمة جدا اليومين دول. فطول ما احنا واقفين في المطبخ نذكر الله على طول، خلي لسانك دايما شغال. اذكري الله وسبحي وصلي على النبي واستغفري، ويعني اللي ربنا يقدرك عليه من الذكر قوليه. يعني الذكر من افضل العبادات اللي الواحد ممكن يعملها. بصوا بقى هنا بقى الحاج كان ليه رأي تاني خالص. دخل على طول على المطبخ وراح قال لي ايه، لو سمحتي عن اذنك كده بقى انتي، وراح زقني. بصوا بيعمل لكم لايك اهو، بيفكركم في اللايك. زقني بقى كده وقال لي عن اذنك بقى كده. هو عنده قناعة ان هو بيطبخ احسن مني، عشان بس نكون متفقين. فهيبتدي هو بقى اللي هيكمل معانا الاكلة دي. بصوا بيبتدي ان هو ينزل بالبصل كده. هو عمال يقول لي النهارده اليوم بتاعي انا اللي هعمل الاكله دي. انتي ما بتعرفيش تطبخي اصلا هو مش عاجبه الطبيخ بتاعي يا جماعه. فهنشوف كده في الاخر هتطلع حلوه ولا وحشه. ما لو اني هو كان متبني نظريه المؤامره خالص، وعمال يقول لي انا مش عايزه اسيب الاكله واخرج لحسن تحطي فيها حاجه تبوظيها، تزودي الملح او تزودي الشطه، مالكيش دعوه بيها، دي اكلتي. فيبتدي كده بقى يشوح كده في البصل مع اللحمة. وهينزل بقى دلوقتي ايه بالفلفل والخضار. طبعا انا في الوقت ده كنت خلاص بقى قلت له خلاص والله كويس هتريحني من المطبخ. رحت سايبه له المطبخ ورحت خارجه. سابني في حالي؟ لا ما سابنيش، لاني قعدت بره في الريسبشن وماسكه التليفون. راح قال لي لا يا هانم تعالي، هو انت هتقعدي بره وانا اللي هقف في المطبخ ولا ايه؟ تعالي شغلني بقى تحت ايديه. اغسلي لي الطبق ده، هاتي لي مش عارفه المعلقه دي، هاتي لي مش عارف ايه. طبعا هو مش هيقف في المطبخ ويسيبني انا قاعده يعني بره، مش هينفع. فكان بيشغلني تحت ايده من الاخر. طبعا انا كان اهون عليا اعمل طبيخ فرح ولا اني جوزي يخش المطبخ. الحاج بيخش المطبخ يا جماعه، يعني بصوا بيدهولي المواعين كلها، بيبهدل المطبخ، بيعمل حاجات كتير كارثيه. بس يلا بقى مش هنتكلم. طبعا هي كل الرجاله كده، الرجاله كلها تخش المطبخ كمية مواعين بيستهلكوها، مش عارفة ليه كده. انتوا عارفين المعلقة اللي يقلب بيها ويروح رميها في الحوض وياخد واحدة تانية على كده، طول ما هو واقف في المطبخ على كده. يلا بقى هنسيبه براحته بقى، مش مشكلة، برضو صاحب البيت يعمل اللي هو عايزه، يلا مش مشكلة. كده زي ما انتوا شايفين بقى ابتدى ان هو يشوح بقى في اللحمة. بصوا مش راضي يخرج بقى، عماله يقول لي اوعي تحطي ملح، اوعي تحطي فلفل، انت هتبوظي لي الاكله بتاعتي. طبعا انا بقى كنت واقفه جنبه. هو كده زي ما بقول لكم بقى استغفروا كتير في الايام العظيمه اللي احنا فيها دي، وادعوا دعاء مستجاب.
وطول ما انتي واقفة كده دايما اذكري الله. الذكر من افضل العبادات اللي حتى مش بتبقى محتاجة لحضور القلب، يعني حتى لو انتي بتستغفري وحاسة ان قلبك مش حاضر اوعي الشيطان يهبطك، استغفري وكملي. طبعا هنا ما شاء الله بقى عليه بيحط لنا بقى التوابل بتاعته والحركات الجامدة بتاعته. حط بقى الفلفل الاسمر، مش عارفة ملح اللي حطه في الاول ده ولا حط ايه، بس هو حط فلفل اسمر. هو ما كانش عايز يعرفني على سر الخلطة يعني، بس مش مشكلة. بصوا كده معانا بقى هيبتدي بقى دلوقتي يحط بقى ايه بقية الخضار. الفلفل هنا حط الطماطم، طبعا الطماطم دي انا قطعتها شرايح كده وطلعت قلبها، يعني مش عايزين المية اللي فيها، عايزين بس الحتت الناشفة. انا جبت طماطمية قسمتها نصين وشلت القلب بتاعها بمعلقة كده، ورحت جاية مقطعاها على طول شرايح كده زي ما انتوا شفتوا. طبعا اللحمة دي ما بتاخدش سوا خالص، هي القطعية بتاعتها صغيرة، فهي مش بتاخد سوا خالص معانا. فان شاء الله الاكلة دي مش تاخد وقت. احنا كنا عاملينها يوم الجمعة عشان انا مش ببقى عايزة اعمل يعني دوشة في المطبخ يوم الجمعة، بس للأسف يعني للأسف المطبخ كله نزل، مش عارفة ايه اللي حصل. يلا ما علينا ما علينا. بصوا بقى كده يبتدي ان هو يقلب كل الكلام ده مع اللحمه ويشوحهم. بصوا اوعى اوعى، اهم حاجه يا جماعه هزه الطاسه اللي انتوا شفتوها دي، لا شيف شيف يا جماعه. بصوا بصوا يا جماعه، هزه الطاسه دي شيف شيف، مش اي كلام يعني. بس كده ابتدى بقى ان هو يقفل عليها ويكمرها خالص علشان تستوي. وانا بقى عماله اقول له ايه، نوطي النار شويه، نوطي النار علشان ما تتلسعش. وهو سيبيني سيبيني انا هأبدع هأبدع. فسبته براحته بقى. ما تنسوش تعملوا اللايك، بيفكركم تعملوا اللايك يا جماعة، ما تنسوش اللايك. انا بقى قلت ايه، بما اني هو كده كده مش هيسيبني اقعد بره، فاقف كده اعمل شوية الرز. قلت اعمل شوية رز بشعرية جنبهم. طبعا هم كانوا عايزين يخلوني احمر بطاطس بس انا مرضتش، فقلت اعمل شوية رز بشعرية كده وخلاص. بس هنا كده هتلاقوني هنا دلوقتي هبتدي بقى انا اجيب الحلة الصغننة اللي انا هعمل فيها الرز. بصوا طبعا حمرت الشعرية الاول وبعد كده رحت نازلة على طول بالرز عليها. حلاوة الرز يا جماعة ان انتي تقعدي تشوحي فيه. بصي انا بعد ما بنزل بالرز على طول على الشعرية بقعد اشوح فيه شوية كده علشان المية اللي فيه تنشف. بعد كده بزيده. الرز المصري كوباية رز مصري قصادها كوباية مية. يعني على قد ما هتحطي الرز على قد ما تحطي المية على طول. بس كده ورحت حاطه الملح وقفلت عليه، واول ما غلى على طول رحت جايه مهديه عليه النار شمعة خالص وسبته خالص يستوي على نار هاديه جدا. وطبعا الحله التانية دي اللي كان فيها اللحمه، طبعا هي كل ما تنشف بتزوديها ميه سخنه او ميه مغليه كده، حاجات بسيطه يعني. فكل شويه كده ابص عليها اطمن عليها ان هي تمام مش محتاجه ميه، لو محتاجه ميه نحط لها شويه ميه كمان. بس خلاص اول بقى ما استوت وبقت جاهزه دقتها لقيتها استوت بصراحه، رحت مفضياها في الطاجن ده وحطيتها على طول في الفرن تاخد وش. بصوا كده، عايزاكم تشوفوا منظرها اول ما تخرج من الفرن، بجد كان طعمها جميل جدا جدا جدا. ما تنسيش لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة واثبتي وجودك في التعليقات. وبحبكم قوي قوي قوي، يا رب قناتي تعجبكم ويا رب نستمر دايما مع بعض، وباي باي.